بتسأل كتير من بنات صغيرة من عمر 12 سنة لعمر 18 سنة. لحد 18 سنة انتي بنوتة لسه صغيرة جميلة، عقلك واعي وناضج وفيكي كل حاجة حلوة، وعندك سؤال ومحتاج لإجابة. وانا قررت النهاردة اجاوب كل بنت من سن 12 ل 18 سنة على السؤال بتاعها، ألا وهو: ليه ماما او بابا مش عايزين يصاحب؟ ليه مش عايزين يكون عندي صحاب ولاد؟ او ليه مش عايزين يرتبط او احب؟ انا هرد عليكي رد بسيط جدا يا احلى بنوته في الدنيا. يا ترى انت لو عندك حته جوهره غاليه عليكي قوي وبتعزيها قوي ومش عايزه تفقديها، يا ترى هتخليها تبقى متعرضه للي رايح واللي جاي؟ كل ما هيجيلك حد من صحابك هتفرجيهم عليه؟ هتفرجيهم عليها بس من بعيد، مش هتخليهم يلمسوها. وحتى ان خليتيهم يتفرجوا عليها ويلمسوها برضو يا ست الكل يا جميلة الجميلات مش هتهادي حد بيها. ولا انا غلطانة؟ طب هتبقي خايفة عليها لا تتكسر، صح؟ طيب يا ست الكل، انا هقولك حاجة تانية. الفاكهة اللي محطوطة في الشارع وبيجي عليها الدبان، يا ترى زي الفاكهة اللي متغلفة ومحطوطة في اطباق وشكلها شيك؟ يعني احنا كلنا ساعات لما بنروح سوبر ماركت وبنشوف الفاكهة اللي محطوطة في اطباق كده وبتلمع وجميلة بنقول الله دي مغرية قوي، دي جميلة قوي ان احنا نشتريها. لكن لو رحنا السوق الحاجة جميلة وحلوة بس هقعد هنقي الحلو من الوحش، السليم من اللي بايظ، صح؟ وهقولك حاجة بقى اهالينا كانوا بيقولوها لنا زمان وانتوا تعبتوا لما بتسمعوا اهاليكوا بيقولوها، بس انا هقولها لك عشان انتي تستاهلي. يا ترى يا قمرايه يا حلوة، لما بنتحط في وسط الصحاب الشباب والبنات ونسمح لهم يتعدوا حدودهم معانا ويبقى الهزار كده عادي، تفتكري انتي كده هتبقي غالية؟ تفتكري انتي كده هتبقي بالنسبة لهم مش حاجة رخيصة؟ انا ابدا مش ضد ان يكون في صحاب ولاد في اطار ان الاهل عارفين، زمايل في الدرس، زمايل في المدرسة، زمايل في النادي في التمرين، وبنقعد مجموعة بنتكلم بنضحك بنهزر بعلم الاهل. لكن العلاقات المخفية صدقيني لو رحتي بصيتي من ورا كده على اي تجمع شباب وشفتي الشباب بيقولوا ايه على اي بنت بترضى انها تتكلم كلام جانبي معاهم وبتسمح ان الولد يتعدى حدوده معاها، صدقيني يا قمرايه يا جميلة الجميلات عمرك ما هتسألي ليه ماما مش عايزاني اكلم حد ولا ارتبط. طب مشاعرك على عيني وعلى راسي، طبيعي تحسي بمشاعر، طبيعي تحسي بميل ناحية الجنس الآخر لأن انتي في مرحلة ده الطبيعي بتاعك وكمان ده الطبيعي بتاعه. بس بقى اللي بيوظف المشاعر ده ان احنا يبقى عندنا وعي ان المشاعر دي مشاعر مؤقتة، صح؟ انا ممكن انمي المشاعر دي بان انا اقرا قصة، اقرا كتاب جميل عن فن ادارة المشاعر، العب رياضة، اروح الجيم، يبقى عندي اصدقاء واصحاب. لكن كلام جانبي صدقيني يا قمرايه لو ماما مش خايفة عليكي هتسيبك، لو ماما مش عايزاكي تتأذي او تتضري او تتجرحي برضو هتسيبك، صح الكلام ولا ايه؟ قوليلي بقى يا بنوتي الحلوة، لسه عايزة تعرفي ليه ماما مش عايزة تسيبك يبقى عندك علاقات؟